ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل سلطه الكول سلو، طريقه سهله وبسيطه وبمكونات متوفره. ولو في حاجه مش متوفره هقولك ايه البديل بتاعها، وكمان هنعملها من البدايه من اول المايونيز، وهنعمل الصوص بتاعها كمان مع بعض. هتطلع معاكي حلوه جدا جدا، وطريقه سهله جدا وبسيطه. اول حاجه عندي في مكونات المايونيز، عندي بيضه وزيت وخل وملح وفلفل وكمان شويه من اللبن وفصين من الثوم او 3. هنجيب الكبة او الخلاط او الهاند بلندر، هنحط فيه البيضة وفصين الثوم ونص كوباية من الزيت. تقدري تحطيها بالتدريج، وتقدري تحطي كوباية الا ربع كلها كاملة، وتضربي لو هتستخدمي الهاند بلندر. لو هتستخدمي الخلاط هتضربي البيضة مع شوية ربع كوباية من اللبن، مع هتنزلي بقى بالزيت، هتنزلي بيه سرسوب. هتفتحي كده الغطا بتاع الشفشة وتنزلي بيه سرسوب، لكن انا عشان هستخدم الكبة فهحط نص كوباية من الزيت مع البيضة والملح والفلفل، وهضربهم الاول وبعد كده هضيف اللبن والخل. تابعوا معايا الخطوات، سهلة جدا جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. تقدري تحطي اللبن الاول وتضربيه مع البيض، وبعد كده تحطي الزيت، وتقدري تحطي الزيت عادي الاول اللي يريح. اهم حاجة ان المكونات تبقى كلها دي المكونات الاساسية. تقدري بقى تزودي لبن، تزودي جبنة، تزودي اي حاجة. انا هنا زودت كمان معلقتين، يعني فاضل عندي ربع كوباية تاني من الزيت، زودتهم بقى على مرتين تاني. دي مرة، وهزود كمان تاني زي معلقتين تاني، علشان ازود شوية بشوية وابتدي اضرب لحد ما تتقل معايا وتديني القوام اللي انا عايزاه. بصوا اهي بدأت تتقل كده، تقلت شوية. طيب هحط كمان شوية من الزيت، باقي المعلقتين، وكمان هحط معاها اللبن والجبنة. بصوا الطعم اللي انت عايزاه في المايونيز هتحطيه. عايزة جبنة نستو طعمه يشبه الجبنة نستو هتحطي جبنة نستو. جبنة بيضة عايزاه يطلع كريمي هتحطي جبنة بيضة او جبنة كريمي. عايزة جبنة شيدر، انا بحب الجبنة شيدر، هحطه فيه شوية كده، كانت متوفرة عندي فحطيتها. اهم حاجة ان انت تضربيها كويس جدا جدا عشان القوام بتاعها يبقى ناعم جدا. هنا خلاص تقلت جدا جدا. هزود بقى اللبن، هجيب اللبن، بصوا قوامها بقى زي كريمي جدا بس تقيل. هنا بقى في المرحلة دي هزود بقى عندي اللبن. انا جبت فنجان صغير كده، هاخد نصه بس، يعني 3 معالق كبار او 4 معالق كبار من اللبن. بصوا اهو ده فنجان صغير من اللبن، هحط كده نصه وهضرب كويس جدا. لو لقيت القوام لسه محتاج هزود تاني، لو لقيت القوام خلاص كده كفاية مش هزود تاني. طبعا لو انت عايزاه اتقل هتقللي كمية اللبن. بصوا انا كده قوامه كويس جدا، لان انا عاملة المايونيز ده للسلطة. هعمل بيه سلطة كول سلو وسندوتشات، فالقوام ده كويس جدا بالنسبة لي. كمان لسه انا ما ضفتش الخل، فالخل معايا هيتقل القوام كويس جدا وهيربط القوام بتاعه كويس. حطيت معلقة كده او معلقتين، معلقة ونص كده كبيرة من الخل، ولسه هزود كمان نص، بس انا خفت ان هو الخل يزيد فقلت ادوقه الاول وبعد كده ازود. لقيت القوام لسه خفيف شوية وطعم الخل مش تقيل قوي، فقلت خلاص انا مش هزود بقى لبن، هزود بس معلقة تانية من الخل. كده زودت معلقتين كبار خالص من الخل، وهضرب كده كويس علشان القوام يبقى ناعم كده وكريم. وطبعا الخل هيخليه يتقل معايا كويس.
اهم حاجه في صوص المايونيز تقدري تعمليه ببياض بيضه، تقدري تستغني عن الصفار، وتعمليه بالزيت. يعني اهم حاجه في المكونات الزيت والبياض البيضة، او تقدري تعمليه بقى ببديل البيض اللي هو النشا. بس بالنشا بتعمليها بشوية مية كده وتحطيها على النار لحد ما تمسك، وبعد كده بتضربيه. وفي طريقة كده يعني ممكن تعمليه كمان باللبن بس بالجبنة بديل البيض. في طرق كتير جدا للمايونيز وبدايل للبيض للناس اللي ما بتحبش البيض. بس انا بحب الطريقة دي جدا جدا، بتبقى حلوة وطعمها حلو ولذيذ وقريبة جدا من المايونيز الاصلي. يمكن كمان بتبقى طعمها احسن واحلى وكمان مغذية اكتر. هتجيبي بقى برطمان، اهم حاجة ان انت تكوني معقمة البرطمانة كويس جدا، مغسولة ومتنشفة ومعقماها كويس. هتعقميها ازاي؟ بمية سخنة ومعلقة يعني نص معلقة كده من الخل، وترجيها كويس جدا جدا، وبعد كده تسيبيها تتصفى او تنشف كويس جدا. لازم تكون ناشفة مفيهاش مية عشان ما يحصلهاش عفونة. وتحتفظي بيها قد ايه في التلاجة؟ بتقعد معايا لحد تقريبا 5-6 ايام. بتكون كويسة كأنها لسه طازة لسه عاملاها. يعني ممكن تقعد معاكي كمان اسبوع، هتحسيها طازة وحلوة جدا. انا بعمله في البيت علشان انا اصلا بعمله بستخدمه يعني على طول على طول، فمش بخليه يقعد عندي في التلاجة اكتر من اسبوع، فعشان كده بعمله في البيت. لكن لو انت ما بتستخدميش المايونيز كتير قوي، لا هاتي لك علبة بقى هتبقى اوفر معاكي، لان الجاهزة بيبقى فيها بقى، بس بيبقى فيها بقى مواد حافظة عشان طبعا تحافظ عليها، لانها بتقعد فترة طويلة، ممكن تقعد عندك بالشهر في التلاجة ما بيحصلهاش اي حاجة. لكن دي بيتي ما فيهاش مواد حافظة، فالفترة الصلاحية بتاعتها ان هي بتقعد معاكي ممكن خلال اسبوع. لازم تستخدميها وتخلصيها كده في خلال اسبوع. عايزه اقول لكم انها حلوه جدا، اوفر بكتير جدا جدا جدا. يعني دي البرطمانه ربع كيلو، البرطمانه بتاعه المايونيز اللي هي الصغيره جدا جدا نص تمنها مش هيكلف معاكي البرطمانه الكبيره دي. يعني كل البرطمانه دي، كل الكميه اللي احنا عملناها دي مش هتكلف معاكي نص سعر البرطمانه الصغيره اللي هي نص البرطمانه دي. تمام؟ يعني ربع يعني الكميه دي يعني سعرها تقريبا ربع الكميه. تمام؟ شوفي بقى انت عملتي 3 اضعاف تاني. عايزه اقولك القوام والطعم مفيش بعد كده، طعمه حلو قوي قوي قوي. تقدر تستخدميه في السندوتشات، في السلطات، في كل حاجه. نحطها في التلاجة ونحتفظ بيها ونستخدمها بقى في اي حاجه احنا محتاجينها. تعالوا بقى نكمل سلطه الكول سلو. هقول لكم بقى ايه البدايل اللي انتي تقدري تعمليها. اهم حاجه في سلطه الكول سلو الصوص بتاع المايونيز، يا اما صوص المايونيز يا اما الزبادي او الاتنين مع بعض. انا بستخدم الاتنين مع بعض. صوص المايونيز خدت كده 3 معالق كبار، وخدت كده علبه زبادي كبيره لان انا هعمل كميه كبيره. طبعا الكول سلو لما بتقعد في التلاجة بتبقى طعمها احلى واحلى. ما ينفعش تتعمل وتتقدم على طول في نفس الوقت، لا سيبيها اقل حاجه، سيبيها ساعه. انا هنا حطيت الصوص وحطيت المايونيز والزبادي، وحطيت الميه كمان بتاعه الزبادي. هحط دلوقتي سكر لان انا ما عنديش عسل ابيض. طب هي بتتعمل بايه؟ هي بتتعمل اصلا بعسل ابيض، بس لو ما فيش مانع ان انت تحطي سكر او تحطي سكر دايت. هتحطي بقى يا اما معلقتين عسل نحل، يا اما معلقتين سكر، معلقتين كبار من السكر العادي، يا اما هتحطي سكر دايت. تشوفي بقى مقدار المعلقتين الكبار ايه وتحطي الكميه. هتضربيهم كويس مع بعض كده، تقلبيهم كويس جدا جدا. انا هنا كنت بضربهم بس الزبادي كانت يعني جامده شويه عشان كانت في التلاجة، والمايونيز برضو. فهضربهم بقى تقلبيهم كده بمضرب يدوي او مضرب سلك اي حاجه، علشان القوام يبقى ناعم معايا. ميبقاش كده انتي وبتاكلي تلاقي بقى ايه في كده حته كده ملكلكه، دي عباره عن زبادي، دي عباره عن مايونيز. لا، يبقى القوام كله داخل في بعضه والسكر يدوب كويس جدا جدا جدا. طبعا كل ما السلطه باتت في الصوص دي كل ما اديتك طعم ونتيجه احلى بكتير جدا جدا جدا. السلطه دي سهله جدا جدا وطعمها بيبقى حلو جدا ومميز. جزر وكابوتشي. كابوتشي بقى احمر او كابوتشي ابيض اللي هو الخس الابيض ده، ايه اللي انت تحبي. انا عندي ده اللي متوفر فبعمله بيها عادي جدا. طبعا هي بالابيض بتبقى خفيفه كده شويه وحلوه وبتبقى طعمها كده حلو. الابيض ده بيدي على طعم الخس شويه،
انما الاحمر ده بيدي على طعم الكرنب، يعني قريب من الكرنب قوي، لكن الابيض ده بيبقى طعمه مدي على خس شويه، كرنب ابيض بس اللي هو ايه، يديكي طعم الخس فبيبقى خفيف شويه. عايزه اقول لكم انا بحب الصوص كده يبقى كتير، لو انت بتحبيه كده هتحطي نفس الكميه. ده ربع واحده من الكابوتشي، ده ربع واحده، انا قطعتها كده طرنشات وجزرتين كده متوسطين. حابه تزودي الكميه زودي. عايزه اقول لكم انها ما بتتقدمش على طول، لا بتسيبيها ساعه، اقل حاجه ساعه في التلاجة علشان تمتص من الصوص وهي كمان تنزل الطعم بتاعها ويبقى طعمها حلو. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا جدا. خطيره، جربيها، سهله وبسيطه خالص ومش متعبه خالص يعني، واحلى كمان من اللي بناكلها بره. انا دايما يقولوا لي احلى من بتاعه المطاعم. طعمها حلو قوي قوي، جربيها، انا واثقه ان هي هتعجبك وهتحبيها. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اول مره تشوفوا قناتي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. قولوا لي بقى لو عجبتكم الوصفه، اكتبوا لي كومنتات حلوه كده زيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.